أمام المغرب البلد المنظم وأحد أبرز المرشحين للفوز بهذه البطولة، ولهذا السبب يريد خوض هذه المباراة بروح عالية، فإذا لم يتمكن من الفوز فعلى الأقل لا يخسر اللقاء. هذا يعني أنه يطمح للحصول على نقطة من هذه المواجهة، ما سيساعده لاحقا على تحقيق الفوز أمام جزر القمر في الجولة الثالثة. I think that it will be a very tough game. من المتوقع أن تكون مباراة مالي ضد المغرب صعبة جدا، خاصة بعد أن تعادلت مالي في مباراتها الأولى بينما فاز المغرب في مباراته الأولى، ما يضعه في موقف جيد مقارنة بمالي. ومع ذلك فإن لاعبين والمدرب والجهاز الفني على أتم الاستعداد، وهدفهم واضح وهو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدولة المضيفة. ومن الجدير بالذكر أن مالي اعتادت تقديم أداء مميز ضد الدول المضيفة. المدرب الرئيسي توم سانفيت وكذلك قائد الفريق بسوما يبدو ثقة كبيرة في قدرات الفريق. تصريحاتهم تعكس احترامهم للفريق المنافس وحاجتهم الماسة للفوز، وهو ما يمكنهم تحقيقه بالفعل. وليد الركراكي يتكلم على أهم نقطة، أن هي هذه النسخة غتكون من أصعب نسخ ديال كأس إفريقيا عبر التاريخ، نظرا لأنه اليوم المملكة المغربية متوفرة فيها جميع الظروف، لا من طرف ملاعب لا من طرف العشب كما لاحظتي بعد الأمطار اللي كانت قوية ولكن ما كانش تأثير على العشب، وأيضا الفنادق والبنايات التحتية. شفنا المنتخبات الكبرى كاملة انتصرت، المنتخب المصري، المنتخب الجزائري، منتخب السنغال، نيجيريا، فهنا كيبين لك بأن هذه النسخة غتكون نسخة قوية.